لا تتخيل انا متحمس ازاي، علشان النهارده احنا هنحدد مع بعض احسن موبايل اندرويد في 2023. هل اللقب دوت هيروح لملوك الاندرويد سامسونج S23 الترا، اقوى شركه بتعمل مبيعات في الاندرويد عموما واحسن الموبايلات عالميا بتطلع منها دايما، ولا هيكون صناع الاندرويد نفسهم الجوجل بيكسل 8 برو الحاصل على لقب احسن موبايل السنه دي؟ منافسه شرسه جدا، صعبه جدا، وهنجاوب عليها النهارده بشكل موضوعي قوي. تشتري السامسونج جالاكسي S23 الترا ولا جوجل بيكسل 8 برو؟ زي ما عودتكم مني في المقارنات المهمه ديت تحديدا، بحب اعمل طريقه تخليني موضوعي على قد ما اقدر. كذا نقطه بنحدد فيها كل موبايل احسن في انهي نقطه. النقط اللي هتكون موجوده عندنا هي التصميم والشاشه والاداء بتاع الموبايلات والسوفت وير وبطاريه، واهم حاجه بالنسبه لناس كتيره الكاميرات. في الاخر خالص هنختم كمان ببند اضافي وهو النقط الاضافيه، مميزات بتتنسي لكل موبايل فيهم بس هي بتخليه احسن. هحاول على قد ما اقدر ان انا ما اديش تعادل في اي نقطه من النقط ديت، لان الموبايلين تحفه، كل واحد فيهم بيعمل كل حاجه حلوه قوي، بس احنا بنحاول نعرف كل واحد احسن في ايه. فانا لما اقول لك البيكسل 8 كسب في كذا اعرف ان هو كسب بفرق صغير، ولما اقول لك الاس 23 الترا كسب في كذا اعرف برضه ان هو كسب بنفس الفرق الصغير ده. نبتدي بتصميم الموبايلات بما ان هي اول حاجه انت بتشوفها. تصميم الاس 23 الترا تصميم حاد قوي جدا في نفسه، شبه السنه اللي فاتت، ما اختلفش كتير عن الاس 22 الترا. هو بس بقى اريح شويه في الايد، احسن حبتين، ولكن ما زال محافظ على الشكل المربع بتاعه، الحواف الحاده، الشاشه اللي فيها الانحناء بتاع الإيدج، والحجم العملاق بتاعه ب 6.8 انش. البيكسل 8 برو لما تبص عليه هو برضه شكله ما اختلفش كتير قوي عن السنه اللي فاتت، ولكن غيروا كذا حاجه مهمه. اولها مثلا ان الشاشه ما بقاش فيها ايدج اصلا، بقت شاشه مسطحه تماما. الالوان السنه دي بقت احسن، في لون كده مميز قوي اللي هو اللون اللبني اللي معايا هنا، ولكن بصراحه كان عاجبني اكتر اللون الاسود واللون البورسلين. الالوان دي كلها تحفه قوي، والالوان دي كلها على فكره تقدر تشتريها في مصر. هقول لك في اخر الفيديو دوت ازاي تشتري كل موبايل فيه. المهم ان الجزء البارز اللي موجود في الظهر بتاع الكاميرات دوت بيخلي الموبايل ما يتهزش على المكتب، وكنت بستعمله بصراحه علشان اسند صباعي عليه وانا ماسك الموبايل، لان من غيره الموبايل بيزحلق قوي، خصوصا ان الجوانب بتاعته كمان مدوره مش حاده زي الاس 23 الترا دوت، يمكن بيخليه انعم في الايد، ولكن زي ما قلت لك هو بيزحلق، فخلي بالك جدا منه. حجمه اصغر شويه كمان، 6.7 انش او 6.7 من 10 مش 6.8 من 10 زي الاس 23 الترا. المهم التصميم، لو انا هكسب واحد فيهم بس والاتنين عاجبني جدا، انا بصراحه هكسب الاس 23 الترا. مش قادر استغنى ومش قادر اشوف موبايل بيقدم تصميم بالحلاوه دي. اللون الاخضر المطفي اللي معايا هنا كمان السنه دي احلى من السنه اللي فاتت، وبصراحه انا مغرم بيه من كل ناحيه. الايدج انا عارف ان هي بتضايق الناس عشان السكرين بروتكتور، بس مديه جمال فظيع للموبايل يا جماعه. والجوانب الحاده ديت بتبقى احلى كمان في الفرجه على الفيديوهات، بتحسسك ان انت ماسك الفيديو في ايدك كده. ننقل بقى على الشاشه، ويا جمال الشاشه هنا، سواء دوت او دوت، سواء الشاشه الاموليد بتاعه الاس 23 الترا او الاوليد بتاعه البيكسل 8 برو واللي هم مسمينها اكشوا ديسبلاي. الاثنين بيجوا 120 هرتز، الاثنين بيدعموا الاتش دي ار 10 بلس، والاثنين ال تي بي او. ده معناها ان انت الموبايل سواء ده او ده بينزل التردد بتاعه جامد علشان يوفر في البطاريه. حاجه زي كده كمان بتفرق جدا على فكره في الاولويز اون ديسبلاي. البيكسل 8 برو بيجي بسطوع شاشه اعلى شويه بصراحه، يعني انت لما تيجي تحط الموبايلين في الشمس هتلاقي ان البيكسل 8 برو هو اللي بيكسب، ودي حاجه انا عارف ان هي غريبه، لان دايما بالنسبه لاغلب الناس او لكل الناس حتى هم متعودين ان سامسونج كده بتعمل احسن شاشات في العالم، ودي حقيقه لما تيجي تحطها كقاعده عامه، ولكن لكل قاعده شواذ، لكل قاعده حالات فرديه. البيكسل 8 برو حاله فرديه. اعلى سطوع شاشه بيوصل له الاس 23 الترا هو 1750 نتس، انما البيكسل 8 برو بيوصل ل 2400 نتس. والشاشتين رغم ان هما قريبين جدا من بعض، ولكن النقطه ديت هتخليني اكسب البيكسل 8 برو في الشاشات. زي ما قلت لك الفروقات دايما هتبقى صغيره، ولكن الحاجات الصغيره ديت هي اللي هتخلي كل واحد فيهم يكسب في نقط معينه. تعال بقى نتكلم على الاداء. السناب دراجون 8 جن 2 4 جالاكسي اللي موجود طبعا في موبايل سامسونج، او الجيل الجديد من معالجات جوجل تنسور جي 3. انا في المعتاد ما بحبش اتكلم بالارقام قوي، مش دايما هتلاقيني بقول لك ان الاثنين 4 نانومتر، او ان سامسونج لما تيجي تعمل له اختبار انتوتو بنش مارك هيوصل لسكور اعلى بحوالي 34%. انا شخص بحب ان انا احط تجربه عمليه. التجربه العمليه هنا بتقول لي ان انا مهما رميت العاب قويه للاثنين بيشغلوها حلو، والاثنين سرعتهم وسلاستهم عاليه قوي. بس بصراحه الفرق بقى ملحوظ جدا ما بين المعالجات السناب دراجون والمعالجات بتاع جوجل. ايوه جوجل بتخسر في الاداء، الموبايل هنا رغم ان هو قوي وسريع
ولكن بحس ان هو متاخر سنه، يعني يتقارن باداء الاس 22 الترا مش الاس 23 الترا. في تحسن بيحصل في كل سنه كده، تحس ان جوجل متاخره دايما فيه، يمكن بالارقام والورق يبقى اكتر من سنه كمان، ولكن السوفت وير بيحسن في الموضوع دوت شويتين. فبصراحه لو انت بتدور على القوه المفرطه، لو انت مثلا بتعمل ريندر لحاجه على موبايلك وبتستعمل شغل فيديوهات كتير عليه، ساعتها يمكن الاس 23 الترا هيبقى اسرع شويه بالنسبه لك، هيبقى احسن شويه كمجمل بصراحه من ناحيه القوه البحته. فعلشان كده الاداء هيكسب فيه الاس 23 الترا، رغم ان الاثنين صراع، الاثنين سلسين، والاثنين انا كنت مبسوط بالتجربه بتاعتهم. السوفت وير بقى، كنت لسه بقول لك ان السوفت وير ليه عامل كبير جدا في الموضوع دوت، حته ان البيكسل يفضل محافظ على اداء كويس جدا حتى لو هو مش بنفس قوه المعالج. بس صراحه لازم نتكلم على السوفت وير لوحده كده، علشان دوت نقطه تميز جوجل، الذكاء الاصطناعي والحركات اللي بيعملوها بالسوفت وير. اولا كل حاجه في الانيميشن والسلاسه والحركه بتاعتها ناعمه جدا كانيميشن، مش بتكلم على مجرد سرعه الجهاز بس او ان الشاشه 120 هرتز في الاثنين، انا بتكلم في حته ان الرسمه نفسها الشخص اللي كان بيعمل انيميشن عاملها بمزاج في الموبايل ده. بص كده شكل الانيميشن وانت بتفتح الموبايل من الاولويز اون ديسبلاي للشاشه نفسها، بص على الحركه بتاعت اي منيو وانت بتقلب فيها لما بتوصل للاخر فبتتمط معاك كده شويه، وكل حاجه متناغمه جدا لان كل حاجه جوجل هي اللي عاملاها، هي اللي عامله الاندرويد اصلا في الاخر، فطبيعي ان هي تبقى متناغمه. عارف ليفل السلاسه اللي بتاخده من الايفون في الانيميشن، هو دوت اللي بتاخده هنا من الجوجل بيكسل. الالوان اللي بتتاخد من الوول بيبر حاجه انا بعشقها جدا، اللوك سكرين الجديده اللي تقدر تغير في شكلها انا برضو مغرم بيها جدا. ومميزات بقى التعديل على الصور، فكره ان انا اشيل ناس من الصوره ديت موجوده في الاس 23 الترا والبيكسل 8 برو، بس البيكسل 8 نازل بيها الاول او جوجل عموما نزلت بيها الاول. تعديل وشوش الناس في الصور وتغيير اماكنهم في الصوره اصلا دي حاجه بتاعت بيكسل 8 برو برضو. اختيار اللقطه الاحسن، ان انت تصور حاجه بتتحرك بسرعه كمان وهو يعمل الموشن بلور في الخلفيه، حاجات كلها اتكلمت عليها في المراجعه بالتفصيل بتاعه الموبايل دوت، انصحك جدا ان انت تشوفها. كل اللي انا بقوله دوت على فكره ممكن ما يعجبش ناس كتيره جدا، في ناس بتحس ان السوفت وير بتاع جوجل فاضي قوي او سامسونج بتدي مميزات اكتر منه، بس انا بحس ان المميزات والاضافات الكتيره اللي سامسونج بتضيفها على الواجهه بتاعتها زي ما يقولوا كده بتخلي الموبايل بلوتد، اللي هو انت اصلا بتطلع الموبايل تحس ان كان في حد محمل عليه 500 ابلكيشن قبلك، علشان كل ابلكيشن من جوجل ليه النسخه بتاعته من سامسونج. انا مش بقول ان دي حاجه وحشه، بل بالعكس في ناس اصلا بتحب السوفت وير بتاع سامسونج علشان كده، بس انا شخص بميل للبساطه بتاعه الجوجل بيكسل اكتر. بالنسبه للتحديثات على فكره سامسونج هتوصل 4 سنين تحديثات عموما في الاندرويد وسنه زياده عليهم، يعني 5 سنين تحديثات امنيه. جوجل بقى واخده الموضوع لليفل تاني وعامله لك 7 سنين مع البيكسل 8 برو، ديت اول مره يعملوها، يعني لحد 2030 هيفضل يوصل لك تحديثات للموبايل ده، دي حاجه تحفه جدا. فبصراحه لو انا برضو مضطر اختار واحد فيهم انا هختار واجهه جوجل بيكسل، الواجهه الاقرب للاندرويد الخام. انت لو بتعد السكور لحد دلوقتي هتلاقي كده ان الموبايلين دول واخدين تعادل، اتكلمنا على 4 نقط، سامسونج خدت نقطتين، جوجل خد نقطتين، فانت شكلك كده بتستعبط يا احمد وعايز تبقى دبلوماسي قوي وتخلي الموبايلين يكسبوا. احب اقول لك ان الدقيقه ديت في الفيديو، اللحظه ديت هي لحظه فارقه جدا، علشان من هنا ورايح هيبقى في اختلاف. الفروقات اللي كنت بقول عليها لحد دلوقتي صغيره قوي، الحته اللي جايه ديت في فروقات كبيره فيها. خلينا نتكلم على البطاريه. كورق وكارقام المفروض ما يبقاش فيه فرق في البطاريه ملحوظ، الاثنين اصلا بطاريتهم 5000 ملي امبير، بل جوجل بيكسل كمان 5050 ملي امبير، يعني عنده 50 ملي امبير زياده كده. التجربه العمليه بتقول لي حاجه تانية خالص، جوجل مش قادره تظبط السوفت وير بتاعها بنفس قوه السامسونج. دي حاجه انا حسيت بيها اول لما نقلت من الاس 23 الترا للبيكسل 8 برو علشان اجربه، لقيت ان البطاريه فعلا مش بنفس قوه الاس 23 الترا. قلت لنفسي دوت علشان اي موبايل انت بتستخدمه مده طويله بيبتدي يحفظ ادائك اكتر واستعمالك اكتر ليه عامل ازاي، فبيظبط البطاريه عليك. فقلت يمكن انا ظالم البيكسل 8 برو، وابتديت اعمل سيرش لقيت ان ناس كتيره جدا فعلا بتتكلم او بتقيس فرق البطاريه، فالنتيجه ان سامسونج بتكسب في البطاريه بفرق حوالي ساعتين زياده، ودوت فرق معتبر جدا. بس الفرق مش هنا بس، الفرق في سرعه شحن البطاريه نفسها. اصلا سامسونج بتدعم الشحن ال 45 واط، جوجل بيدعم الشحن 30 واط. فاول نص ساعه السامسونج هيشحن 65%، البيكسل 8 برو هيشحن 50% بس. مش مهم دوت فرق 15%، ممكن نقول عليه فرق صغير يا سيدي، انما الفكره ان انت علشان توصل ل 100% سامسونج هتكملها معاك في اقل من ساعه تقريبا، يمكن ساعه، انما البيكسل هيوصل ل 100% في ساعه وتلت تقريبا.
ساعة ونص، مش هيكملها قوي بصراحة. برضو في الاخر الاتنين مش بيشحنوا بسرعة الشركات الصينية مثلا، بس جوجل متأخرة زيادة كمان عن سامسونج في الموضوع ده. فالبطارية وسرعة الشحن بتاعتها سامسونج تتفوق فيه. الكاميرا بقى، الكاميرا هنا هي اللي كانت مقارنة صعبة جدا. سيستم الكاميرات في كل واحد فيهم مختلف جدا عن التاني. سامسونج مثلا عندها الكاميرا الأساسية بتاعتها 200 ميجا بكسل، عندها كاميرا الترا وايد 12 ميجا بكسل، وكاميرتين للزوم الاثنين 10 ميجا بكسل، واحدة علشان الزوم ال 3 اكس وواحدة علشان الزوم ال 10 اكس، التليفوتو والبيريسكوب كاميرا. بعيدا عن المصطلحات التقنية قوي، جوجل عندها نظام مختلف تماما للكاميرات. الكاميرا الأساسية بتاعتها 50 ميجا بكسل، وعندها كاميرتين تانيين، واحدة فيهم الترا وايد 48 وواحدة فيهم تليفوتو 5 اكس زوم 48 ميجا بكسل. حتة الزوم ديت هتخلي سامسونج بتطلع صور احسن في ال 3 اكس، جوجل هتكسب في ال 5 اكس، لحد ما توصل لل 10 اكس هتلاقي سامسونج رجعت تكسب تاني، علشان كل واحد فيهم بيستعمل سيستم كاميرات مختلف. لكن عموما من تجربتنا للكاميرا الاساسيه نفسها اصلا اللي هي الواحد اكس زوم العادي جدا، هتلاحظ الفروقات ما بين الاثنين. سامسونج طول عمرها كانت بتميل ان هي تعمل اوفر شاربنج كده او حده زياده في الصور، جوجل ما فيهوش الحته ديت، بيظبطها احسن من سامسونج شويه بصراحه. الالوان برضو جوجل كان بالنسبه لي بيظبطها اكتر شويه في حته ان هي تبقى واقعيه، اللون بتاع الحاجه اللي انت بتشوفها قدامك بيبقى اقرب جدا للحقيقه. سامسونج ليها ستايل معالجه برضو مختلف. ممكن تفتكر من الكلمتين اللي انا هقولهم دول ان كده خلاص سامسونج هتخسر في الكاميرات، بس الحقيقه ان سامسونج بتطلع صور للاشخاص احسن بكتير من الجوجل، علشان هي بتعرف تظبط الوان البشره. رغم ان جوجل بتتكلم كتير جدا عن الموضوع دوت، وبتقول احنا عملنا اي موديل علشان يظبط الحته ديت، خصوصا للناس اللي بشرتها غامقه شويه. كان قبل كده الشركات الصينيه طبعا معروف ان هي بتفتحهم جامد زياده قوي، فاحنا بقى جوجل كده حلينا الموضوع دوت وبقينا نبين كل الناس بلون بشرتهم الحقيقي الطبيعي. واول لما بتحط كل الكلام اللي قالته جوجل دوت في مقارنه مع سامسونج، هتلاقي سامسونج بتكسبها جدا. انا كنت بحب شكل الاشخاص اكتر بكتير في السامسونج، وانا عارف ان دي حاجه اهم بالنسبه لاغلب الناس. انت في الاخر يا اما بتصور عيلتك يا اصحابك يا بتصور نفسك، مش بتصور مناظر طبيعيه كتير قوي غير لو انت فوتوغرافر محترف مثلا. فسامسونج ليه نقطه تفوق هنا كبيره. بعيدا عن الوان البشره دوت، كمان سامسونج يعتمد عليها اكتر في التصوير. بصراحه هي بيطلع لي صوره انا بقدر اتخيلها قبل ما بلقطها. البكسل مش متوقع، مره هيطلع لك صوره حلوه قوي ومره هتقول ايه ده هو مطلع صوره غريبه كده ليه. مره الصوره دافيه، مره الصوره ساقعه، مره الصوره كونتراست قوي، مره الصوره ما فيهاش كونتراست خالص. هو كده مجنون في طريقه معالجته للصوره. فديت حاجه برضو تتحط في الحسبان. علشان كده لما اجي اختار واحد فيهم هيكسب، صراحه مش هختار. هقول لك انت اختار. انت شفت الصور اهوت اللي انا بعرضها لك دلوقتي، وشفت كل واحد فيهم مطلع صور شكلها عامل ازاي، ايه الظروف اللي بيبقى متفوق فيها على التاني، وايه اللوك اللي انت عاجبك اكتر. الاثنين هطلع بيهم صور ممتازه، الاثنين من احسن الموبايلات اللي انت هتاخدها في العالم كله من ناحيه التصوير. اختار الكاميرا فيهم اللي انت حاسس ان هي فعلا احسن لك، هي اللي بتطلع الصور اللي انت حابب شكلها اكتر. علشان كده ديت النقطه الوحيده في المقارنه اللي هيبقى فيها تعادل ما بين الموبايلين، وهي الكاميرات. اخيرا وليس اخرا، النقط الاضافيه، وديت لا تتخيل هي بتفرق قد ايه مع ناس كتير. النقط الاضافيه ديت حاجات كتيره، منها الاس بن اللي بيقدمه سامسونج، القلم بتاعهم المميز اللي مفيش شركه تانية بتحطه في موبايلاتها، او بمعنى اصح مفيش شركه بتعرف تعمل مستوى قريب من دوت. حتى هي فعلا مميزه جدا. من ايام ما كان بينجح سلسله النوت لحد ما سلسله النوت وقفت وبقى ينزل لنا مع سلسله الالترا في الاس، هو فعلا واحد من احلى الحاجات اللي تخليك تشتري الموبايل. بس بستعمله كتير جدا في ان انا اصور، بحط الموبايل بعيد عني واقوم لاقط صوره بالكاميرا بتاعه الموبايل من خلال الاس بن. بستعمله كريموت كنترول، دي حاجه تحفه جدا. وعلى فكره سامسونج برضو الكاميرا الاماميه بتاعتها مفيش شركه بتعرف تعمل زيها. الليفل دوت من التفاصيل وشكل الصوره هو عالي جدا. فبعتمد على السيلفي كاميرا، حتى بحط الموبايل بعيد واقوم لاقط الصوره بالموبايل وانا شايف نفسي. وساعات كده بحب استعمله في تقليب الاغاني، لما ببقى مشغل حاجه اقوم مطلع الاس بن واقلب على الاغنيه اللي بعدها او ارجع الاغنيه اللي فاتت، اوقف الاغاني، اعلي الصوت، اوطي الصوت. بصراحه ما بستعملهاش كتير قوي، بس هي شكلها روش جدا. فلما بيبقى حد معايا بقوم موريله الحركه دي، بص كده ممكن اعلي الصوت من غير ما المس الموبايل. فالاس بن هو نقطه اضافيه لصالح الاس 23 الترا، بس مش هو لوحده. كمان سامسونج ديكس يعتبر نقطه بتفيد ناس كتير. سامسونج ديكس ده نظام عاملاه سامسونج بنفسها، هي انها تقدر توصل عليها شاشه وتوصل عليها ماوس وكيبورد، وتبتدي تستعمل الموبايل كانه لابتوب متنقل معاك. ما توصلش حتى ماوس وكيبورد، انت ممكن تستعمل الموبايل نفسه شاشته كانهم ماوس وكيبورد. والشاشه ممكن توصلها بسلك ماشي، توصلها وايرلس ماشي،
حاجات كتير هتمشي جدا معاك. فوق ده كله سامسونج موجود هنا في مصر بضمان محلي، ديت حاجه جوجل بيكسل ما بيقدمهاش لا في مصر ولا في دول عربيه كتيره جدا. هو اصلا لحد وقت قريب جدا ما كانش عندك طريقه سهله ان انت تشتريه، وده يوصلنا للسبونسر بتاع الفيديو. بيكسل ستور هو اللي وفر لي هنا البيكسل 8 برو، وهو المكان اللي تقدر تشتري منه اي لون واي مساحه من مساحات الجوجل بيكسل 8 او ال8 برو. يعتبر هو اصلا اول مكان وفرهم في مصر، ودي حاجه تحسب له جدا. والمميز كمان ان هو عنده نظام استبدال، ممكن تشتري البيكسل الجديد لو اديته البيكسل القديم اللي عندك. فانا بصراحه اتبسطت ان انا ابتديت اشوف ستور متخصص ومهتم بالجوجل بيكسل في مصر، بما ان هم ما عندهمش توكيل هنا. ده هيخلي عمليه الشراء نفسها بالنسبه لك وبالنسبه لناس كتيره اسهل قوي. النقطه الاضافيه دي كلها بصراحه تخليني اكسب برضو فيها الاس 23 الترا. لما تيجي تبص على السكور بتاع الموبايلين في الاخر هتلاقي ان الجوجل بيكسل 8 برو عنده 3 نقط، انما السامسونج جالاكسي اس 23 الترا معاه 5 نقط. فانا حاولت جدا اخلي المقارنه موضوعيه جدا، وساعتها الاس 23 الترا فعلا كسب بدون اي تحيز وبدون اي محاولات ان انا اكسب واحد على التاني، لان انا فعلا مغرم بالموبايلين دول. خلي بالك ان انا برضو ما اتكلمتش خالص عن السعر، لان الاسعار بتاعت الموبايلات دي بتختلف من دوله لدوله جامد جدا. فاغلب الدول المفروض ان الاس 23 الترا يبقى اغلى من الجوجل بيكسل 8 برو، بس البيكسل 8 برو علشان موبايل حديث ولسه نازل جديد يعتبر، فلسه سعره غالي في الدول العربيه تحديدا وخصوصا في مصر. سعره في مصر هنا حوالي 50,000 جنيه للنسخه ال 128 جيجا بايت. الاس 23 الترا انت ممكن تعرف تشتريه دلوقتي باقل من 40,000 جنيه دوت، علشان الموبايل نازل بقاله فتره طويله فحصل عليه تخفيضات في اوقات ونزل سعره مع الوقت، ده طبيعي جدا. بس انا حاولت زي ما قلت لك ان انا ابعد عن السعر تماما في المقارنه علشان ما يبقاش عامل بفكر فيه، لان في بعض الدول الاس 23 الترا لسه اغلى فيها لحد النهارده من البيكسل 8 برو. واخيرا دلوقتي اقدر اقول على الاس 23 الترا احسن موبايل اندرويد بدون منازع في 2023. السؤال المهم بقى، هل هقدر اقول عليه احسن موبايل في 2023 ولا اللقب دوت هيروح للايفون 15 برو ماكس؟ هل الاندرويد السنه دي احسن ولا الايفون السنه ديت احسن؟ دي المقارنه اللي انا شغال عليها دلوقتي واللي هتاخد مني مجهود ووقت. فما تنساش تدوس على زر سبسكرايب وتدعمني ان انت تعمل لايك على الفيديو ده. وبس كده، كالمعتاد كان معاكم احمد كمال، استنوني في الفيديو الجاي.